عمدة وراجل شهم وكلمته مسموعة وبتمشي على أي حد، بيحل المشاكل ويفض المنازعات قبل ما تكبر وتوسع، ومش بيجامل حد على حساب حد. ده جزء من كلامنا عن العمدة محمد درغام، ملك القعدات العرفية في مصر. صيته عدى الفيوم، وصل محافظات مصر وبالذات في الصعيد. العدل والمساواة هم الميزان بتاعه. تعالوا نشوف ايه حكاية كبير المحكمين العرفيين في مصر. في زماننا ده بقى فيه مشاكل بتكبر من كلمة صغيرة. بيظهر دايما ناس ربنا بيحط فيهم سر القبول والحكمة. من الناس دي هو العمدة محمد درغام عبود، الراجل اللي اسمه بقى علامة في عالم التحكيم العرفي، مش بس في محافظته الفيوم لكن في مصر كلها. وكلمته مسموعة، ولما يحكم بقرار بيتنفذ من غير اعتراض، لأنه مبني على العدل والعقل والحكمة. والحكاية ابتدت ببساطة جدا مع راجل صعيدي من قلب أرض الفيوم، عايش وسط زرعه وناسه، شغال في الأرض وبيكسب لقمة عيشه بالحلال. وفي يوم من الأيام حصلت مشكلة بين اتنين في البلد، خناقة زي أي خناقة، بس كانت ممكن تكبر وتبقى عداوة كبيرة. وهنا العمدة محمد درغام تدخل، مش بصفته عمدة ولا كبير، لكن بصفته راجل عاقل بيحب الخير. وقعد مع الطرفين، سمع من ده وده، وفهم الحكاية من كل جوانبها، وبكلمتين فيهم حكمة وعدل قدر ينهي المشكلة، وبحكم خلى الطرفين مرضيين. ومن اللحظة دي الناس ابتدت تقول إن الراجل ده عنده حاجة مختلفة وبيعرف يحكم بالعدل. واحدة ورا التانية والمشاكل والمنازعات بدأت تروح له، مش بس من قريته لكن من القرى اللي حواليه، وبعدها من مراكز الفيوم كلها. ومع الوقت اسمه بقى معروف، وصيته عدى المحافظة ووصل للصعيد ومحافظات تانية كتير، لدرجة إن الناس بتسافر مخصوص علشان تقعد قدامه وتعرض عليه مشاكلها. اللي بيميز العمدة محمد درغام عبود مش بس إنه بيسمع، لكن إنه بيفهم، بيعرف يفرق بين الصح والغلط، بين الحق والباطل، وبيحكم بضمير من غير ما يميل لطرف على حساب التاني، حتى لو الطرف ده من عيلته أو ناسه أو حتى من عيلة تانية كبيرة وليها عزوة. عمره ما جامل حد مهما كان على حساب العدل. وواحدة من أهم الحاجات اللي بيعملها في جلسات التحكيم إنه بيخلي الأطراف تحلف على المصحف في لحظة كلها رهبة، وكل واحد بيبقى عارف إنه واقف قدام ربنا قبل ما يكون واقف قدام العمدة. وبعدها يبدأ الحكم، وده بيكون حكم عرفي لكن قائم على العدل والحق. مش بيحكم لوحده، بيبقى معاه مجموعة من كبار العائلات وأهل الحكمة، وكلهم بيشاركوا في القرار علشان يطلع الحكم في الآخر متوازن وعادل. وعلشان كده الناس بتقبل حكمه من غير اعتراض، لأنهم عارفين إن مفيش ظلم ولا مجاملة. واللي يخلي اسم العمدة محمد درغام يكبر يوم بعد يوم مش بس أحكامه لكن سمعته. راجل بيخاف ربنا وبيحاول يصلح بين الناس ويمنع المشاكل قبل ما تكبر، وبقى بالنسبة لناس كتير طوق نجاة. بدل ما القضايا تروح محاكم وتاخد سنين، بيلاقوا الحل عنده في جلسة واحدة. وفي وقت بقينا محتاجين فيه للعدل الحقيقي، بقى موجود شخصية زي العمدة محمد، حاجة نادرة. راجل قدر يبني مكانته من الصفر، مش بفلوس ولا منصب لكن بالحكمة والعدل وكلمة الحق. وفي الآخر تفضل الحكاية مش بس عن عمدة لكن عن راجل اختار إنه يكون سبب في لم الشمل بدل الفرقة، وفي نشر العدل بدل الظلم. وعلشان كده اسمه هيفضل يتقال في كل مكان كواحد من كبار المحكمين العرفيين في مصر.